السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ماتشين منتخب مصر اللي اتغلب النهاردة من منتخب الأردن وطالع كده من البطولة العربية، وهنتكلم برضو عن ماتش الزمالك وفريق قرابية الإسماعيلية، وطبعا ماتش الخلص بالتعادل 3-3 وفي أول ماتشات كأس الرابطة. في البداية صلى على النبي ويلا بينا. طبعا الاول هنبدا بماتش منتخب مصر، وماتش منتخب مصر يعني ماتش مؤذي للعين وبصراحه حاجه مقرفه جدا. يعني انت تشوف منتخب بيلعب بالكره دي، ان انت تخسر دي حاجه مش مشكله يعني، عامة عادي في الكورة ان انت تكسب او تخسر. الاسوأ بقى من كل ده ان انت حقيقي يعني مبيبقاش عندك كورة، مبيبقاش عندك بديهيات الكورة وابجديات الكورة. لا الفريق بيطلع بالكورة كويس، ولا في مثلا هجمة متفقين عليها، وحتى المدرب نفسه بيرمي اللوم على اتحاد الكورة ان والله مش دي الفرقة اللي انا لعبت بيها. طب ما برضو ترجع وتقول طب ليه اصلا احنا بنعمل كده؟ يعني انت بطولة زي البطولة العربية المفروض ان جوازها اعلى من البطولة الافريقية، فانت المفروض انت كبلد او كنادي او كمنتخب يعني عايز تروح فعايز تاخد فلوس. الناس كلها بتلعب الكورة عشان الفلوس. ليه احنا بقى لما بنروح تمام بنضطر ان احنا يعني نقدم اسوأ مستوى اللي يخليك اصلا تطلع بدري قوي، وبصراحة ما تقدمش حاجة بشكلك وحش قوي؟ ليه اصلا؟ هل الدوري وكاس الرابطة الطبيعي ان هما يتلعبوا في وقت اصلا في البطولة العربية؟ اكيد لا طبعا. يعني كان من افضل ان اللعيبة دي بدل ما تقعد مع فرقها تبقى مع منتخب مصر يعني. وليه كابتن حلمي برضه؟ ما هو كابتن حلمي ده مش مثلا مش انك تقدر تقول مثلا ان في قناعات بلعيبه معينه. يعني شفنا الماتش الاولاني هو بدأ بمحمد شريف، وبعد كده محمد شريف اتحول من ان هو المهاجم الاول للمهاجم الاخير. مروان حمدي بقى هو اللي انت بتلعب تشونج اللي هو لعيب قصير جدا تلعبه قلب دفاع. طب ليه يعني؟ مش منطقيه يا جماعه. المدربين بره لما بيغير مكان لعيب بيغيره لسبب معين، انت بتجيبه لان هو صفاته الجسمانيه والفنيه تليق على المركز ده. مفيش حاجه اسمها ان انا بغير كده وخلاص. حاجه شبه اللي حسام حسن عملها لما جاب محمد هاني ومحمد حمدي لعبهم قلوب دفاع. يا جماعه ده مش منطق خالص بصراحه، وعيب بصراحه اللي حصل في الماتش. انت مهاجم زي محمد شيكا ده كانت كله كرة بتجيله عرضيه خلاص، هو راجل بيقف لوحده في المنطقه بيحطها جون، ولو هم طماعين شويه كانوا ممكن يكسبوا. بصراحه عيب ان انت تبقى نادي الزمالك ويتعمل عليك رومنتادا من كهرباء الاسماعيليه. بصراحه دي حاجه ما تليقش بنادي الزمالك خالص. في النهايه اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش تسيب لي تعليقاتك تحت في الكومنتات، والسلام عليكم.